السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يلتقي كبار المسؤولين الإريتريين. إقامة صلوات الترحم على أرواح الشهداء. أكثر من 350 مليون نقفة لإعادة أسر الشهداء في الإقليم الجنوبي. عشرات القتلى في هجوم على مطار بالنيجر وجماعة تتبع القاعدة تتبنى. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات ضد روسيا ل 12 شهرا. إدارة ترامب تلوح مجددا بخفض حضوره العسكري في أوروبا. التقى وفد برئاسة مدير قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أديما وصانو مع وزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإريترية يومي 18 و19 من يونيو وبحث برامج الشراكة والتعاون والتنمية. وأجرى الوفد الذي رافقته منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهى فلاجي محادثات مع وزير الخارجية عثمان صالح ووزير الزراعة رفعين برهي ووزير الإعلام يمان قبر مثقل ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يمان قبراب. هدف الزيارة تعزيز العلاقات وفهم أولويات وتحديات التنمية الوطنية ومشاهدة آثار تغيير المناخ عن قرب وتسليط الضوء على وسائل الشراكة والأنشطة العملية للمنظمة. وفي غضون ذلك تفقد الوفد الأنشطة الجارية في عدة تكليزان بإقليم عنسبة لضمان توفير غذاء آمن ومغذي ومحطة بادرة بمديرية سرجغة لإمدادات المياه العاملة التي تعمل بالطاقة الشمسية ونموذج أخرية الوطني للزراعة الطبيعية. أقيمت صباح اليوم صلوات التراحم في كنيسة القديس ميكائيل بصلصرات ومجلس الذكر ودعاء في جامع الخلفاء الراشدين في أسمرة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. ترأس صوت الترحم صلوات الترحم قداسة البطريرك باسيليوس الأول للبطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية بمشاركة الأساقفة والقساوسة من جميع الأديرة بالإضافة إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية والأسطورية الإنجيلية. وقال مسؤول قسم التبشير في الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية القسيمون بين أن الشهداء الذين ضحوا بحياتهم التي لا تعوض لهم هو دليل على حبهم لشعبهم ووطنهم، ويجب علينا نحن الذين ننعم بالسلام في ظل الحرية أن نحيي ذكراهم ونتبع وصاياهم. وعقب صلاة العصر أقيم مجلس ذكر ودعاء بأمه مفتي إريتريا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار في مسجد الخلفاء الراشدين. وقال سماحة مولانا الشيخ سالم المختار إن هذا اليوم الفريد من أيام وطننا الغالي هو يوم اعتزاز وافتخار لما قدمه أبناء وبنات هذا الوطن من تضحيات من جهة وحزن وأسى بالأسف لفقدان الأحبة والأعزاء من جهة أخرى. وأشار إلى أن كثير من شهدائنا الأبطال رحلوا قبل أن يروا بزوق فجر الاستقلال، إلا أنهم مضوهم على ثقة بأن التحرير سينجز على أيدي رفقائهم وشعبهم، وأن أجسادهم الطاهرة ودمائهم الزكية ستظل وقود ينير دروب الوطن. ومر سماحته النداء بدعم أسر الشهداء. أفاد مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد هايلي قبر ميكائيل تقديم أكثر من 350 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء خلال السنوات الخمسة الماضية. وذكر وجود 18,179 أسرة شهيد تتلقى العائلة في الإقليم، مضيفا أنه إلى جانب الإعالة المنتظمة التي تقدمها الحكومة قدم الإريتريون في الداخل والخارج حوالي 17 مليون نقفة ووزعت على 3,909 من أسر الشهداء المحتاجة التي حددتها الإدارات. وقال أن جهود جارية لضمان اكتفاء أسر الشهداء ذاتيا واقتصاديا، حيث تم تأهيل 257 أسرة بالماشية والتجارة بتكلفة 2.5 مليون نقفة. وأوضح بأن إعالة أسر الشهداء تقع على عاتق المجتمع بكامله، مشيرا لتقديم الدعم المجتمعي في أنشطة الحراسة والحصاد وصيانة المنازل وغيرها. وأشاد بدعم موظفي الخدمة المدنية ومجموعات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والإدارات لأسر الشهداء.
موضحا توزيع أكثر من 3.6 مليون نقبة مقدمة من موظفي الخدمة المدنية في السنوات الخمسة الماضية. ودعا مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد هيلي جبر ميكيل إدارات المديريات وخاصة إدارات الضواحي مواصلة جهودها للتعرف وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال بمناسبة ذكرى يوم الشهداء 20 من يونيو سلسلة من الأنشطة والبرامج الفنية الهادفة إلى تخليد تضحيات الشهداء. وفي هذا الإطار شارك نحو 60 عاملا من المكتب المركزي للكونفدرالية في حملة عمل تطوعي نظمت يوم 16 من يونيو في مقبرة الشهداء، حيث نفذت أعمال نظافة وصيانة للموقع. كما شارك 420 عاملا يمثلون 25 مؤسسة تابعة للكونفدرالية في الإقليم الأوسط في أعمال تطوعية بمنطقة دنبزاول شملت إنشاء مدرجات في المواقع المخصصة للتشجير. وفي 17 من يونيو احتضنت قاعة الكونفدرالية برنامجا فنيا تضمن عروضا متنوعة جسدت معاني الوفاء للشهداء، إلى جانب فقرات تناولت بطولات وتضحيات أبطال الثورة ودورهم في تحقيق الاستقلال. وأكد نائب الأمين العام للكونفدرالية سيد كبراب كيداني في كلمة ألقاها خلال المناسبة إن يوم الشهداء يمثل فرصة وطنية لاستذكار التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الإريتري من أجل الحرية والاستقلال وتجديد الالتزام بتنفيذ الوصايا التي تركها الشهداء للأجيال الحالية. نظمت في الإقليم الأوسط عدة فعاليات وطنية بمناسبة 20 من يونيو بهدف تخليد تضحيات الشهداء واستحضار القيم الوطنية ووصايا الشهداء. وفي هذا الإطار نظم أعضاء وزارة الخارجية في 18 من يونيو فعالية خاصة افتتحها خلالها وزير الخارجية السيد عثمان صالح معرضا للصور يوثق شهداء الوزارة. كما ألقى كلمة المناسبة تناول فيها معنى التضحيات والاستشهاد في سبيل الوطن. وتخللت الفعالية عروض فنية وثقافية جسدت قيم النضال والصمود. كما افتتح في اليوم ذاته معرض للصور نظمته القيادة المركزية للشرطة إريتريا يوثق الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة بحق الشعب الإريتري خلال الفترة الممتدة من العام 1962 إلى العام 1975. وقد افتتح المعرض مدير مكتب الأمن الوطني العقيد أبرهة كاسا بجوار مباني إدارة الإقليم الأوسط على نظام مفتوحا أمام الجمهور حتى 21 من يونيو. من جهة أخرى نظم أعضاء جمعية متطوعي الدفعة الأولى للخدمة الوطنية من منطقة بيت سيرة مسيرة سيرة انطلقت من منطقة بيت قرقش حتى مايدة منت بمشاركة العدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادة الجبهة، من بينهم قائد هيئة أركان وزارة الدفاع الفريق فيليبوس والدا يوهانيس. كما تخللت الفعالية برامج تذكارية تعكس معاني الوفاء للشهداء. وفي السياق ذاته أقامت جمعية أصحاب سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط فعالية فنية تحت شعار شهداؤنا في قلوبنا، فيما نظم مكتب التعليم شمال شرق أسمر برنامج توعوي ركز على غرس القيم الثورية الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة. كما نظمت وزارة الإعلام في 16 من يونيو ومكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط في 17 من يونيو برامج تثقيفية وتوعوية استعرضت بطولات الشهداء وتضحياتهم، وأبرزت المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق الأجيال الحالية للحفاظ على المكتسبات الوطنية. وتتواصل في مختلف مديريات الإقليم الأوسط منذ 17 من يونيو فعاليات مماثلة لإحياء ذكرى يوم الشهداء وتجديد العهد لأمانة الشهداء. استشهد في فرنسا يوم 12 من مايو المناضل يوب ميكيل عن عمر 67 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل يوب بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يونيو من العام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في الجهاز الطبي المركزي والقوات المقاتلة في اللواء 70. وبعد الاستقلال عمل في وزارة الصحة بمهنة الصيدلة. المناضل يوب ميكيل متزوج وأب ل3 أبناء. وقد ورى جثمانه الثرى عصر يوم أمس 18 من يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الصحة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل يوب ميكيل وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت وزارة الدفاع في النيجر عن مقتل 11 جنديا ومدنيين 2 في حصيلة أولية للهجوم
الذي استهدف مطار دواري هماني الدولي في العاصمة نيامي. وأوضحت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الوطني أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 22 من المهاجمين واعتقال نحو 20 مشتبه بهم، بينما أصيب 4 من عناصر قوات الدفاع والأمن بجروح في المواجهات. وأكد البيان الرسمي أن القوات المسلحة لا زالت تنفذ عمليات واسعة في محيط المنطقة لتعاقب المهاجمين، مشددا في الوقت ذاته على أن المطار بات تحت السيطرة الأمنية الكاملة. وأفادت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في بيان أنها نفذت هجوما انتحاريا على مطار دواري هماني الدولي وعلى القاعدة العسكرية المجاورة له. اتفق غادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لمدة 12 شهرا. ويمثل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة عقدت في بروكسل المرة الأولى التي يتم فيها تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معنية من الاقتصاد الروسي لمدة عام كامل. وكانت هذه العقوبات تجدد في السابق كل 6 أشهر، ولم تصدر موسكو بعد ردا على العقوبات الأوروبية، لكنها طالما اعتبرت هذه الإجراءات غير شرعية وغير فاعلة. وفي وقت سابق أكد المجلس الأوروبي في بيان عزمه مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإضعاف اقتصاد الحرب، مرحبا بحزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت أسطول الظل الروسي، داعيا إلى اعتماد الحزمة 21 من العقوبات في أقرب وقت. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت استعدادها لتقديم حزمة العقوبات 21 ضد روسيا، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك ومصائد الأسماك. صعد وزير الحرب الأمريكي الضغوط على كندا والحلفاء الأوروبيين من حلف شمال الأطلسي الناتو، معلنا عن مراجعة واشنطن انتشارها العسكري في أوروبا في غضون 6 أشهر. ويعكس هذا التصعيد اتجاها ثابتا في سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب اتجاه الحلف، يغم على دفع الأوروبيين إلى تحمل المسؤوليات الأساسية عن أمنهم وربط المساهمة الأمريكية بحجم التزاماتهم الدفاعية. وذكر وزير الحرب الأمريكي والحلفاء الأوروبيين بامتعاض ترامب من عدم مساعدتهم في إعادة فتح مضيق هرمز الذي عطلت إيران الملاحة فيه خلال الحرب. ومنذ زمن تطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتقاسم العبء على نحو أفضل فيما يخص الدفاع عن أوروبا، غير أن هذا الطلب ازداد إلحاحا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي. وهذا تذكير بأهم العناوين. وفد الأمم المتحدة تنسيق الشؤون اللسانية يلتقي كبار المسؤولين الإريتريين. إقامة صلوات الترحم على أرواح الشهداء. أكثر من 350 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء في الإقليم الجنوبي. عشرات القتلى في هجوم على مطار بالنيجر وجماعة تتبع القاعدة تتبنى. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات ضد روسيا ل 12 شهرا. إدارة ترامب تلوح مجددا بخفض حضورها العسكري في أوروبا. انتهت النشرة وإلى اللقاء.